تعالي نطفي هالقرف وبس يجي مستر خالد تقولي له يحمم ابوه. اوكي مدام. اذا ولدك مجبور يتحملك فانا ماني مجبوره، انا رايحه بيت اهلي وراح اخلي لك بيت ولدك وعياله تشبع فيهم، يا انا يا انت في هالبيت. يلا خذي مستر يتسبح وينام. اوكي خالد مش فاضي اليوم، عندنا حفلة، ما تحس على دمك؟ ما تخاف الله؟ تفضلي. تسلم. مرة يجنن، صديقاتي راح يحسدوني عليها. تسلم ايدك بعد قلبي، ربي يحميك. يعني خلاص ما في زعل بعدين؟ الله لا يجيب بين الزعل. نورة يشهد الله انك غالي على قلبي، بس ابيك تسمعيني ضروري، ترى الدنيا صارت صعبة، ابيك تكونين سند لي وظهر. مشاكل الحياة صارت كثيرة وصعوباتها صارت واجد، ابيك تكونين معي من جد، ما تكونين انت والدنيا والمشاكل علي. بس انت لازم تدور لك حل حق قصة ابوك. ردينا الموضوع ابوي، ترى البيت بيت ابوي، حنا اللي ساكنين عنده، ولا ودك اني ارميه في الشارع؟ ادري ان البيت بيت ابوك، بس في النهاية انت اللي راح تورث البيت. طيب عندي لك فكرة، وش رايك نحجز له بدار المسنين في اوروبا، وقدام الناس تقول لهم انه مريض يتعالج برا، وفي نفس الوقت ما حد بيجيب طاريك وهو بيكون مستانس بعد. اقول لك ابوي ترى ما يحب السفر ولا يحب يترك ديرته واهله وعياله، شيلي من راسك هذه الافكار الجهنميه. وش فيك يبا؟ قروشتني، تبي شيء؟ ما تشوفني مشغول؟ أنا تعبت يا مريم، تعبت من هذا الوضع، صرت محتار ما بين زوجتي وعيالي وما بين أبوي اللي ما أبي أزعله، صرت ما عاد أقدر أتحمل. بعدين مثل ما تشوفين ترى ماني مقصر معه، جبت له ممرض يأكله ويشربه ويوديه ويجيبه ويسوي له كل شيء، بس هو اللي رفض. يا خالد الفلوس ما هي كل شيء، ابوك يبي احترام واهتمام ومحبه. أقول لا تطلعيني بهالطريقة وتقعدين تعطيني نصايح في الاهتمام وبر الوالدين، ترى أنا رجال ماني فاضي لهالكلام، أنا عندي شغل وعندي عقود بملايين، وراي شركات وعندي زوجة وأولاد وعيال كلهم يحتاجون كل دقيقة من وقتي. لا وبعد كل هذا المفروض إني أرجع وأشتغل حارس ما بين أبوي وزوجتي. تعالي أنت دلعي واعطي له اهتمام واعطي له دلع واعطي له حنان، اعطي له كل شيء. انا ماني مقصره بحق ابوي، كل اسبوع نزوره انا وعيالي ونجلس معه، ولا في داعي اذكرك بزوجتك اللي تقلب وجهها فينا وتسمعني 1000 كلمه في كل زواره. وليش ما تاخذينه يسكن عندك في البيت؟ معقوله يا خالد تبى ابوك يترك بيته؟ انا طلبته وترجيته مليون مره يجي يسكن عندي، لكن ابوك ما رضى. وانت تعرف ان زوجي بن حلال ويحترم ابوي ويحطه فوق راسه، ما في داعي اذكرك بمكانه ابوي وقدره بين الناس. ابوك ما يهون عليه يقولوا عنه انه ساكن عند صهره. ليش؟ لان ابنه وزوجته مستثقلين فيه، مستثقلين بالرجال الطيب اللي كل الخير منه. خلاص وش فيه لسانك منفلت؟ من يسمعك يقول اني راميه بالشارع. الشارع ارحم من كلام الجارح وقله القدر والقيمه اللي ابوك كل يوم يحس فيهم يسمعهم. وش يكون موقفك يوم بكره يكبروا عيالك ويعاملوك نفس المعامله؟ إيه يا خالد، صدق إني بنهاية رحلتي وإنت في بداية رحلتك، وأصعب شيء يا ولدي إنك تحس إنك صرت ثقيل على اللي حولك. ولا أوصيك تزرع بعيالك محبة وخير وتقضي معهم أكثر وقت، لأن كل شيء بالدنيا يتعوض يا ولدي، الفلوس والمناصب والجاه، إلا محبة الناس اللي تحبك بدون مصالح. أنا يا ولدي ما أحتاج فلوس ولا ناس تخدمني، أنا أحتاج اللي قضيت عمري كله
عشان أسعدهم يحبوني مثل ما أحبهم، مو لأنه واجب عليهم، بس لأنهم يحبوني ويقدروني. الله يرضى عليك ويسعدك يا ولدي. أحسن الله عزاك. الله يرحم الوالد ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. والعذر منك، بس والله إني كنت مسافر ولا قدرت أقوم بالواجب. عذرك معك يا خالد، الله يجزاك الخير. أخوي أنت خالد بن أبو خالد، رجال طيب ما يقصر مع أحد أبد. يعلم الله أن أبوي دائما يذكر سيرة أبوك في الخير. لا بنعمة يا خالد. الله يطول بعمر أبوك ويحفظ لك ويخلي لك، لا تقصر بحق أبد. والله يا جاسم ما أخفيك، الوالد الفترة الأخيرة تعبني ودائما مسوي لي مشاكل في البيت، ولا صار عاجبه شيء. ما هبول أنت صحي أنت يا خالد، جاي في عز أبوي تقول لي الكلام ذا؟ أعوذ بالله منك يا شيخ، تحطه في عينك وغصبا عن خشمك. استغفر الله العظيم. رب العالمين يقول ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وانت جاي تقول ذا الكلام؟ اسمع، تكفى سد خشمك، ما بيسمع منك كلمة، تكفى. الحين كل شيء صار جاهز. السفر يوم الأربعاء، شوف الصور. المستشفى ياخذ العقل، مريح وعنايته ممتازة. يعني أستاذ الوالد راح يعيش ملك مرتاح ويريح. إيش هذا؟ هذا بيت جدك الجديد في لندن. أقدر يجي معكم؟ لا حبيبي، هذا بس للكبار بالعمر. لو أنت كبرت وأمي كبرت نقدر نروح؟ هذه الساعة المباركة، يلا حيه. الله يحييك ويبقيك، أشوفك مبسوط ما شاء الله. والله الحمد لله بخير. الله بشرني يسلمك. عنك، بشرني عن الوالد. والله الحمد لله، بشرك الوالد بعده بيسافر أوروبا قريب. ما شاء الله، والله انك فرحتني يا خالد. تبي تسفر ابوك تطلع معه سياحه؟ لا والله احنا الحمد لله بشرك حجزنا له في مستشفى 7 ستارز، خدمة خيالية على مدار 24 ساعة، وخاصة بكبار السن ويبي يرعونه ويضبطون وضعه. جنيت انت يا خالد. تبي ترمي ابوك اللي كبرك وخلاك رجال، اللي انت وزوجتك وعيالك تنعمون بخيره، تبي ترميه البلد في اخر عمره ما يعرف فيها احد؟ ربنا يقول وقضى ربك لا تعبدوا الا اياه بالوالدين احسانا. هذا الاحسان اللي تبي تقدمه لابوك؟ اي والله انه في سؤال في خاطري من اخر مره شفتك وانا اقول وش الاحسان اللي تبي تقدمه لخويك؟ اي والله اني صادق، اللي ما في خير في ابوه ما في خير في احد. السلام عليكم. يا ولدي، ترى الدنيا والأيام تلف وتدور، ويوم أنك صغير كنت حاطك في وسط عيني وأخاف عليك عشان لا يجيك شيء، ويوم نبي نروشك أنا وأمك الله يرحمها وأنت ما تبي، كنا ندور مليون طريقة ونحاول نراضيك، وحتى إذا تبي تنام ما كنت تنام لين أقول لك قصة. وطبعا مهما كانت سواليفك وأسئلتك ما لها داعي كنت أسمعك وأجاوبك. أنا يا ولدي كنت ظهر وسند لك في كل خطوة، وافتخر فيك إذا سويت أي إنجاز مهما كان صغير. والحين أبيك سامحني يا ولدي إذا ثقلت عليك يوم كبرت وصرت ضعيف، ترى ما كنت أقصد أخرب حياتك، وليتك يا ولدي تزرع في ولدك مثل ما زرعت فيك محبة ورحمة وبر والدين. يبا 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 قم كلمني يبا 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 سامحني يا يبا، لا اله الا الله، يبا سامحني يا يبا، يا رب لا اله الا الله، يا يبا
يابا تكفى يا يابا، سامحني يا رب، انا وش سويت نفسي؟ انا وش سويت؟ بس أنت لازم تدور لك حل حق قصة أبوك. ترى البيت بيت ابوي، حنا اللي ساكنين عنده. وش رايك نحجز لك دار المسنين في أوروبا؟ وش فيك يابا؟ قروشتني، تبي شيء؟ ما تشوفني مشغول؟ رب العالمين يقول ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. ابنه وزوجته مستثقلين فيه. الحين كل شيء صار جاهز، السفر يوم الأربعاء. لو أنت كبرت وأمي كبرت نقدر نروح عندهم. اللي ما في خير في ابوه ما في خير في احد.